تخيل شهيد ويدخل النار، أو معلم للقرآن ويدخل النار، أو شخص بينفق في أوجه الخير وكمان يدخل النار. إزاي الكلام ده؟ اسمع معايا الحديث ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث ده مخيف جدا جدا، والمفروض الإنسان كل فترة والتانية يرجع ويقرأه ويذكر نفسه بيه. الحديث ده بيأكد على نقطة مهمة، وهي إن عملك كله مهما عظم من وجهة نظرك أو من وجهة نظر الناس اللي حواليك فهو مش هينفعك ومش هيبقى شفيع ليك لو كان بدون إخلاص. الإنسان لما بيعمل حاجة غلط سواء ذنب أو معصية هو بيبقى أمرها واضح ومعروف، هو بيبقى عارف إن هو بيعمل حاجة غلط، وبالتالي بعد فترة ممكن يتوب أو يسأل ربنا إن هو يعفو عنه ويوقف الذنب اللي هو بيعمله. بس في الأصل هو مدرك إن هو بيعمل حاجة غلط، يعني هو نفسه من جواه عارفة إنه في حاجة غلط هو بيعملها. ولكن لما الخطأ بيتسلل في الأعمال القلبية فهنا بتيجي المشكلة. أنا بعمل حاجة خير، أنا بعمل حاجة كويسة، فأول بأول شوف قلبك وشوف نيتك. أنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتعملها دي وعايز بيها إيه؟ عايز مدح الناس واستحسانهم ورضاهم عنك، ولا عايز رضا ربنا عليك؟ والأولى مننا دايما إن إحنا نبقى متعقلين، يعني أنا ما ضيعش الغالي والنفيس مقابل من لا ينفع ولا يضر. وعشان تختبر نفسك كده كل فترة وتعرف فعلا أنت عايز رضا ربنا مش حاجة تانية، لو أنت بتعمل حاجة لوجه الله فعلا هتلاقي إن ردود فعل الناس سواء كانت بالمدح أو بالذم مش هي المعيار الأول بالنسبة لك. ومش معنى كده إني بقول إن أنا ما يهمنيش رأي الناس إن أنا أحط نفسي في موضع تهمة أو شبهة وأقول أنا ما يهمنيش رأي الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع زوجته السيدة صفية ومر عليه 2 من الصحابة فقال لهم: على رسلكما هذه زوجتي صفية. يعني ما تحطش نفسك موضع تهمة وبعدين ترجع تلوم الناس إن هي اتهمتك. ونرجع للجزئية المهمة، لازم نجاهد نفسنا أول بأول إن إحنا نخلص نيتنا لله. أي حاجة بعملها لوجه الله، بتعلم العلم لله، بقرأ القرآن لله، بحاول أفيد حد بحاجة أو بأنفق في أوجه الخير لله، مش علشان حد يشوفني أو يمدحني أو يقول إن فلان ده شخص كويس أو خير أو أحيانا كتيرة من كتر مدح الناس ليك ممكن نفسك تطغى، تبقى الناس عمالة تقول عليك إنك شخص منفق أو شخص خير، ولكنك أنت من جواك مش كده، أو أنت من جواك لسه محتاج تصلح من نفسك في حاجات كتير. فإياك والاغترار بمدح الناس وكلامهم واستحسانهم. جه رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن يحبني الله والناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. خد بالك، الله يعلم السر وأخفى، يعني ربنا عارف انت نيتك ايه وجواك ايه وبتعمل العمل الفلاني في المكان الفلاني او في الوقت الفلاني علشان عايز ايه بالظبط. فاللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.